يتغير خطاب أوباما ويعترف صراحة في المحافل الدولية بما حذرت منه سوريا مرارا وتكرارا على مدى 4 سنوات خلت. إنه الإرهاب الذي سيطال الجميع، وأوباما ومملكته ليست بعيدة عن أصابعه. بات الجميع يدرك خطورة الوحش الذي صنعوه وربوه لينفذ أجنداتهم، فانقلب على الجميع. حرك الأمريكي طائراته وفي ذيلها تحركت طائرات بعض العرب. وجهتهم كانت الأراضي السورية والعراقية. ذات الطائرات لم تحرك ساكنا يوم كان الغزيون يتعرضون للقتل على يد الصهيونية. أما ذو الأمر من أصحابها فلم يحرك ضميرهم مسجد هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو يهود ويهدم رويدا رويدا. وهؤلاء الذين حركوا طائراتهم لقصف مواقع سورية هم أنفسهم من مولوا داعش وتحالفوا في الجولان مع الصهاينة، وهدفهم الواحد تدمير سوريا. يدرك السوريون الأمر جيدا، ويتركون من ربوا الوحش يتقاطرون لقتله، وفي الوقت نفسه هم على أهبة الاستعداد. يسيرون محاربين الإرهاب، وعيونهم لا تغفل عما ترمي له أمريكا وحلفاؤها. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.